الصبر مش لازم يكون هو الاختيار الافضل وهو الاختيار الصح في كل مرة. لازم تبص وتغير احوالك وتغير اوضاعك. يمكن الصبر اللي انت عمال تصبره ده بتصبره كده على الفاضي، وخاصة الصبر على اي علاقات مؤذية في حياتنا. الصبر بقى على صديق، على حبيب، على حد كده ظريف ولطيف كده في الحياة، ممكن يؤدي ان انت في الاخر اساسا بتبقى نفسيتك انت المتدمرة، انت اللي مش عارف تكمل حياتك بطريقة افضل، وهو اساسا ولا على باله. عشان كده مش لازم نصبر على كل حاجة، حتى الصبر في طريقة تربية ولادنا. نفضل نقول ان شاء الله باذن الله احنا هنصبر عليه وحلو هيبقى افضل. ما هو طبعا كل حاجه بإرادة ربنا وكل حاجه، بس ممكن يكون الصبر ده في حد ذاته هو سبب ان هو مش عارف يتربى بطريقه كويسه، او مش عارف ياخد خطوه في حياته سلوكيا تبقى بالنسبه له بطريقه افضل. فممكن ان انا اغير اساسا طريقه التعامل معاه، اغير طريقه العقاب، اغير طريقه التفكير، طريقه الكلام. في حاجات كده في حياتنا الصبر فيها بيبقى خلاص وصل لمرحلة زيرو، رصيده بيبقى نفد. اتحملت مرة واتنين وتلاتة، للأسف أنا مش هقدر إن أنا أكمل بالطريقة دي. غير من طريقة تفكيرك وبلاش تصبر في كل مرة، لأن الصبر مش لازم يكون هو الاختيار الصح. غير حياتك وخليك بسمة حب. بص كده في حياتك كده كويس، هتعرف.